اللي تمكنوا به التوانسة باش يلقاو مخرج ويوقفوا على القواسم المشتركة ويتجنبوا التآكل الداخلي والصراع والمشاكل. في هالإطار هذا، وكما كنت عاهدت منذ فترة طويلة بأنه عندما تكون الرؤية واضحة والاطمئنان على مستقبل البلاد واضح والبلاد على وشك الدخول إلى هذه المرحلة الجديدة اللي هي الإعداد والاستعداد للانتخابات، باش نقدم استقالة الحكومة اللي أنا ترأستها توا مدة 10 شهور تقريبا، أيضا باعتبارها أيضا خطوة في هذا الاتجاه. وهذا ما قمت به قبل قليل مع السيد الرئيس اللي كلفني وقال لي كلفني بمواصلة السهر على شأن البلاد باعتبار الحكومة المستقلة في قانوننا احنا هي عندها ذات الصلاحيات في خلال المرحلة القادمة، ريثما إن شاء الله يتم تشكيل الحكومة الجديدة بإشراف الأخ مهدي جمعة، وإن شاء الله تتقدم للمجلس الوطني التأسيسي ويتم المصادقة عليها إن شاء الله في وقت غير بعيد. هذا ما قمت به، وأشكركم على كثافة الحضور وكثافة الاهتمام، وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويمكنها باش تعطي نموذج من الانتقال الديمقراطي اسمه ميد ان تونيزيا، وربي يوفق إن شاء الله.